بغات تزيان واللي بغات تصحح تبارك الله وتزيد في الوزن وتزيد بواحد الزياده اللي هي صحيه ومجربه. شحال من وحده اللي خداتها وعطيتها ليها وزادت في الوزن بسرعه ودغيا بانت عليها في الاسبوع الاول. خدي توزني في الاسبوع الاول غتلاحظي راسك كتزيدي في الوزن. يلا تابعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر ان شاء الله. وتنقول لكم من الناس السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم وكيفاش دوزتوا العطله ديالكم؟ نتمنى دوزوا عطله سعيده ان شاء الله. والعطله هي تقادت، يعني وليداتكم غيدخلوا للمدرسه وغترتاحوا من الصداع ومن كل شيء. يلا ندوزوا للوصفه ان شاء الله باش ما نطولوش لا فيديو. الوصفه اليوم اللي عندي فيها وصفه رائعه كتزيد في الوزن دغيا كتبان لك في الحنيكات. يعني الوجهيه ديالك تيولي داير الارداف كيعمرو، يعني الجسم ديالك كله كيعمر. راه بدون ما كدير لك لا كرش لا بطن لا حتى شي حاجه، عليكي بالمشي ولا مارش. يعني الكرش ما كترباش، القعده اللي كتضلي قاعده هي اللي كتربي لك الكرش. ندوزو للمكونات. المكونات اللي عندي، المكون الرئيسي اللي عندي في هذه الوصفه هذه اللي هو كيزيد في الوزن وكينفخ، ويعني الجسم ديالك كله كيعمر، الارداف، الدرعان ديالك، الصيقان ديالك كيعمروا تبارك الله ما شاء الله. تولي هكا كديري تولي قرطاسه. عندي المكون الرئيسي هو الاول هو الحمص. الحمص كما كتعرفوا كيزيد في الوزن، كيزيد في الصحه، كينفعنا في الجسم ديالنا. ما خطا الانسان اللي عنده القولون العصبي او عنده المصران كيضرو او شي حاجه كيشكي من هذا النوع ديال هذا الشيء هذا. يعني ضروري غتبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر. راه واخا اختي تاخدي هذه الوصفه هذه الا عطيتك واحد الحاجه اللي هي ما غتخليش الحمص يضرك وما غيضركش في الامعاء ديالك وما يضركش في القولون العصبي. وبتجربه من عندي، تجربتي انا كندير هذه الوصفه هذه وتا انا كيكونوا الامعاء كيضروني وتيكون بعض المرات القولون انا كيضرني، ولكن ملي كنتبع هكا الوصفه كتاخدي الحمص. طبعا غادي نحمصوه باش ما يضرناش كما قلنا. راه ملي كنحمصوه راه كيولي زوين لينا اننا ناخذو، يعني واخا نديروه في الوصفه ما كيضرنا ما حتى شي حاجه. تاخدي تحمصي ديري واحد المقيله فوق الفراح ديالك فوق البوطه على النار، وكتاخدي تحمصيه بشويه بالمهل، كتحركيه بشويه بشويه ما تخليهش يتحرق. من بعد كتاخدي شنو كديري له؟ كتاخدي طحنيه مزيان في الطحانه ديالك مزيان بشويه تيطحن. من بعد تاخدي تغربليه، كتاخدي تغربليه باش ما كيبقاوش فيه داك الشوائب، باش كيكون قابل اننا ناكلو ونديروه في الوصفه ديالنا. الحمص بحال هذا الشكل هذا غتاخديه. من بعد المكون الثاني اللي غتاخدي هو الرايب اختي. الرايب ويكون مخلط معاه اللوز. كما قلت لكم راه الوصفه رائعه ومفيده وممتازه، يعني للصحه ديالنا ولزياده الوزن، وكتزيدي بسرعه وكتسماني وكتغلاضي على الصح. عندي هنا الرايب مصوب باللوز، مخدوم باللوز ومقاد مصوب. والرايب على حقه وطريقه عدو عليكم من ديك الاقراص وديك قوه السيروات. انا ما كنتفقش معكم مع السيروات والاقراص وهذا الشيء هذا، ولكن اللي كتكون انها عندها شي مناسبه ولا عندها شي حاجه مزروبه ما فيها باس كتاخذ السيرو ديال فاتح الشهيه وكتعاون به. يعني ماشي مشكل، غير يكون فيه فيتامينات والحاجه اللي ما تضرناش ماشي مشكل. ولكن من بعد ملي تبغي تقطعوا تدريجيا. هادشي اللي ديما كنقول لكم باش كتبقاي محافظه على داك الوزن ديالك اللي حصلتي عليه، ودائما حافظوا على الوزن ديالكم المثالي. الرايب كما كتشوفوا بحال هذا الشكل هذا، هانتوما شفتوا باللوز مخدوم وزوين ورائع وكينفعنا وكتزيدي في الوزن. راه غير الرايب الا كنتي مبليه به وكتاخديه، يعني واخا غير نهار الله نهاريه نهار لا، راه والله القسم الا كتزيدي في الوزن وبواحد الصحه جيده زوينه بزاف. شتي كي داير الرايب رائع. كنتي كتعرفي تصوبيه في الدار صوبيه ماشي مشكل. الا كنتي معيقيزه اختي وتابعك الشغل وما عندكش الوقت، يعني راه موجود في الباتيسريات. كتاخديه كتقول له عطيني الرايب اللي مخدوم باللوز مصوب فيه اللوز. بغيتي تصوبيه لراسك الرايب وديري فيه اللوز،
حتى هو رائع. الا صوبتي عاوتاني في الدار حتى هو شي حاجه روعه. او حتى في الباتيسي اللي مولفه كتاخدي عنده او كتاكلي عنده ولا شي حاجه كتقولي له خويا عطيني الرايب ديال اللوز، راه زوين رائع. كتاخديه موجود بدون ما تعكزي، ما تقوليش لي غنعكز ولا حكا ما قداش نهبط نتسخر ولا ما قداش انني نمشي نجيبو. جيبيه اختي الا كان غير على الصحه ديالي وعلى الوزن ديالي، بغيت نزيد في الوزن وحتى وحده اختي ما تبقى تعيب عليه تقول لي اختي رقيقه كي 6 ولا ضعيفه ولا تشوف فيا شوفه ناقصه. صحتك هي الاولى. هبطي اختي وشمري على راسك وهبطي جيبي لك العصير ديالك هذا ديال اللوز. راجلي كيضحك عليا كيشوف فيا وكيضحك عليا فهمتوا؟ انا كنقولها لك. وهبطي اختي وخذي الرايب ديالك ديال اللوز. لا بغيتي اختي تولي قرطاسه وزوينه ورائعه، مهما تكبري في السن غادي تزيدي في الوزن. المهم الرايب بحال هذا شنو درت فيه 3. شوفوا الكاس قداش شفتوا، 3 ديال المعالق اللي درت فيه ديال الحمص وخلطتهم فيها. هو الحمص بحال هكا يعني كيولي بودر بحال هذا الشكل. كتحمصوه وكطحنوه وكتغربلوه وكتحصلي عليه بودر بحال هكا، ما فيه لا حص لا شوائب لا حتى شي حاجه. وكتاخدي اختي كديريه في الرايب ديال اللوز بحال هكا. وفكريني بها الا ما تزيدي في الوزن وقولي لي الله يرحم بها الوالدين. وما تنسينيش في اللايك طبعا وفي الابوني، ضربي على داك الجرس داك اللي عنده الشريطات باش تصبحي من العائله ديالنا. وتنقول لك من هنا مرحبا بكم يا مرحبا، وتحصلي على واحد لاطاي اللي هي زوينه اللي شافك يحل فمه. وكنتمنى لا فيديو اللي عجبكم ونال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش اخوتي في اللايك وشجعوا لي لا فيديو. راه اللايك ديالكم هي اللي كتطلع لا فيديو باش كيشوفوه كاع الناس. من هنا كنقول لكم شكرا بزاف على المتابعه ديالكم على المشاهده ديالكم، وكنبغيكم بزاف وكنحماق عليكم. ومرحبا بكم القدام والجداد تنقول لهم مرحبا بكم. الناس اللي عندهم القولون العصبي واللي عندهم المصران كيضرهم كياخذوا الحمص كيضرهم يعني القولون. وهذا المصران هذا منين تاخدي الوصفه وتخلطيها كما قلنا في هذا الرايب هذا اللي هو باللوز كيجي رائع وزوين. من بعد منين تاخديه خلي واحد شويه واحد شويه كي يلاه تاخدي تاكلي وداك الشيء صافي ترتاحي. تاخدي تفاحه، هذا هو المكون اللي تنقول لكم. تفاحه تاخدي تاكليها. عرفتي الا خديتي تفاحه المصران ما غيضركش، القولون ما غيضركش وغادي تهضمي. يعني كيفاش غيجي هذا القولون غيضرك راه واخا تاخدي الحمص. انا هذه تجربتي ملي كترشق ليا وكناخذ بحال هذا الرايب هذا وكندير فيه الحمص. واخا تيكون عندي القولون كيضرني او الامعاء ديالي كيضروني كناخذ تفاحه وراك. ودائما اللي كتشكي من القولون ولا عندها هاد الامعاء اللي كيضروها فيما تاخدي الغذاء ديالك ولا العشاء ديالك ولا دي خدي تفاحه بحال هكا كليها ما غتحسي بحتى شي حاجه منها. كتهضم ماشي تقولي لي غتهضم راه حكا ما غنزيدش في الوزن، بالعكس تهلاي غير في راسك. وخدي الوجبات ديالك في الوقت وكثري من شرب الماء وخدي الحاجه اللي فيها الخضره وخدي المكسرات وخدي بحال هاد الشيء هذا. وخدي ضروري تفاحه واخا غير تفاحه في النهار. هذه نصيحه من عندي وبتجربتي انا ما تيخطانيش التفاح في الدار. وتنقولها لكم دائما الواحد اللي بغى يزيد في الوزن يتبع بحال هاد الوصفات الطبيعيه اللي هما صحيين وزوينين كينفعونا ما كيضروناش. هادشي اللي بغيت نقول لكم. وما تديوش عليا انايا انا راه باغا نقص في الوزن واخا اليوم غنشارك معكم هذا وغنشربوا معكم وغنغامر ماشي مشكل، ولكن انا كنحاول نقص شويه في الوزن لان انا ماشي باقا صغيره باش غادي نبقى نزيد في الوزن بزاف تيولي الباب ما يدخلنيش.
ولكن اللي هي باقا صغيره وباقا شابه ويلا بدات ويلا كتقول بسم الله، ما فيها باس. الا كانت رقيقه وضعيفه بزاف تزيد في الوزن حتى تحصل على الوزن ديالها اللي بغات، غير هو ما تكونش ديك السمنه المفرطه. باش لبستي رومي كيجي معاك، لبستي البلدي كيجي معاك، اي حاجه كتجي معاك، ماشي تيولي السروال كيطلع ما يوليش يقدر يتسد. يعني تكوني في واحد لاطاي اللي هي زوينه، تكون كتحمق، اللي شافك يحل فمه. يلا نتمنى لا فيديو يعجبكم. يلا السلام عليكم.